موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري مع التفاصيل. السلام عليكم يا أهلاوية ويا عشاق الكرة المصرية في كل مكان. قبل ما نبدأ صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ودعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد من قلب الحدث. النهاردة جايب لكم تفاصيل نارية عن واحدة من أقوى مواجهات الدوري المصري، الأهلي ضد بيراميدز. ماتش قمة نار، في تحدي كبير خصوصا بعد اللي حاصل حوالين موضوع الحكام الأجانب وأزمة الأهلي اللي فاتت. الموضوع: الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم طلع وأكد إن بيراميدز سحب طلبه بخصوص استخدام حكام أجانب لمباراته قدام الأهلي يوم 12 إبريل الجاري، لكن الأهلي مسكتش. وبعد طلب رسمي للاتحاد عبر البريد الإلكتروني، وأكد إنه لسه متمسك بوجود حكام أجانب، وكمان تعهد بتحمل التكاليف كاملة. المفاجأة بقى هنا بوريدة رئيس الاتحاد وافق على الطلب، خصوصا إن الإجراءات كانت بدأت أصلا من وقت ما بيراميدز طلب الأول. يعني بكل بساطة المباراة دي هتتلعب بكل إمكانياتها وبحكام أجانب، وده بيزود الحماس والتشويق جدا للمواجهة. موعد المباراة وتوقيتها: المباراة يوم الجمعة 12 إبريل 2025، الجمعة 12/4 الجاري، الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية وليبيا، الساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب. أما عن ملعب المباراة فهو استاد الدفاع الجوي جوهرة التجمع الخامس. القناة الناقلة اون تايم سبورت اتش دي 1. والمعلق صوت حماسي كالعادة مدحت شلبي هيكون معانا في التعليق وجاهز يفجر كل هدف بصوته المميز. الماتش ده مش مجرد 3 نقط، دي معركة كروية بين الأهلي اللي بيحارب على اللقب وبيراميدز اللي عايز يثبت إنه مش رقم 2. قولولنا بقى في التعليقات، هل الأهلي يقدر يكسب في وجود الحكام الأجانب؟ وتوقعاتكم لنتيجة المباراة، ومين هو اللي هيحسم هذه القمة؟ وما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وخليكم دايما معانا لأحدث الأخبار والتحليلات. وسلام مؤقت لحد الماتش، واشوف وشكم على خير.